السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حلقات في الدنيا، رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله البرسيل الجل اللي هنعمله مع بعض النهارده بجد روعة، وعامله كمان من صابونة بلدي. عملنا احلى برسيل جل، وكمان القوام بتاعه عامل ازاي، روعة تحفة بجد. شوفوا تقولوا عامل ازاي، مفيش اجمد بقى من كده. يا ريت حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني على القناه ولسه ما عملوش اشتراك، يا ريت يا حبايب قلبي تعملوا لي اشتراك فضلا وليس امرا. ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه على القناه. ايه رايكم بقى؟ بجد تحفه. يا ريت تجربوا الوصفه دي على ضمانتي، حلوه قوي قوي وهتخلي الهدوم بتاعتك زي الفل. هنجرب الرغوه بتاعته. لحظه واحده. ده الطبق اللي كان مطرح البرسيل اللي انا كنت مفضيه فيه. تمام. وهحط شويه ميه عاديه خالص من الحنفيه اهي. عايزه اوريك الرغوه وانا مش هحط فيها خالص. بصوا انا ما حطيتش غير ده اللي كان في اخر الطبق كده. عايزه اوريكي بس الرغوه بتاعته عامله ازاي. بصوا يا حبايبي رغوته عامله ازاي، ومن غير كمان ما احط له برسيل ولا حاجه اللي كان في اخر الطبق. شوفوا رغوته جميله بجد، هتخلي الهدوم بتاعتك زي الفل. عامل ازاي؟ ايه رايكم بقى؟ وهيطلع لك اي بقع كمان في الهدوم. تحفه تحفه تحفه. ايه رايكم؟ يا جماله بقى، يا حركاته، يا تكاته. يا ريت تجربوا الوصفه. شوفوا تقولوا يا حبايبي، تقولوا بجد جامد. ايه رايكم؟ مفيش اجمد بقى من كده. يلا بقى بينا على الوصفه عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. قبل ما نبدا الوصفه حبايبي نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. معايا كده حوالي نص لتر ميه مغليه، ودي صابونه بلدي. بس الصابونه كده صغيره، انا كنت عاملاها معاكم الصابون ده. تمام، انا عامله واحده اكبر من دي شويه. كنت عامله معاكم صابون بلدي جميل جدا جدا. اي صابون عندك بقى، صابون بلدي، صابون بريحه اللي هو بتاع الوش، تعمليه عادي خالص. وهندوبه كويس في الميه زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا بنزود الميه براحتنا خالص. انا بحط الاول شويه صغيرين عشان الصابونه تلف معايا، عشان ما يخفش مني. اهو زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله هنعمل احلى برسيل جل مع بعض. هحط معاه معلقتين سكر، معلقه دنكار، معلقه بيكربونات الصوديوم. تمام. بيكربونات الصوديوم اللي هي بتاعه الطعميه. وهنقلب برده كويس الحاجات دي. بصوا اصلا ابتدى يتقل معايا ازاي. تحفه بجد الصابونه دي. انا عاملاها معاكم على القناه من كام يوم، تحفه بجد. هو المفروض اركنها شويه، بس انا حبيت اعملها معاكم واوريكم هي عامله ازاي. بجد روعه، مفيش اجمل من كده. الصابون اللي احنا بنعمله مع بعض بجد تحفه. بصوا عامل ازاي. انا هزود لها كده شويه ميه كمان سخنين اهو. بجد مفيش اجمل من الصابون اللي احنا بنعمله مع بعض. بيتقل في لحظه بيتقل. بصوا بقى عامل زي الجل ازاي، تحفه. طبعا انت لو الصابونه ما دابتش معاكي، ارفعيها على النار. انا كده هقلبه شويه وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي بصوا، انا قلبتها كويس. بس حطيت لها كمان شويه ميه سخنين كده، لاني عقبال ما جيت اتكلم في الفيديو كانت الميه بردت مني شويه. فحطيت لها كمان شويه ميه سخنين شويه صغيرين، يعني كملي لتر كده. تمام. يبقى انا بشرت، جبت صابونه بشرتها بالمبشره، وحطيت عليها ميه مغليه، وحطيت سكر، معلقتين سكر، معلقه بيكربونات الصوديوم، معلقه دقيق، وقلبتهم كويس لغايه ما بقى جل قدامكم كده زي ما انتم شايفين. بصوا بقى عامل ازاي، تحفه بجد روعه. بعد كده هحط ميه عاديه خالص من الحنفيه اهي، وهقلب. وهحط كمان كيس برسيل جل اهو لتر، هفضيه واحطه. لحظه واحده، انا دلوقتي كده منه شويه يا حبايبي. لحظه واحده، هكمل بقيه اللتر اهو. يبقى انا كده حطيت اللتر كله. تمام. انا بشتري اللتر ده من عند بتاع المنظفات، انا شاريه ب 3 جنيه. في ناس تانية بتبيعه اغلى من كده، انا مش عارفه بقى. هقلبه كويس. احلى برسيل جل ان شاء الله نعمله مع بعض بجد روعه، وهيخلي الهدوم بتاعتك زي القشطه. اهو يا حبايبي انا كده قلبته كويس. تقولوا بصوا تقيل جدا، بس انا هفضيه في طبق تاني. حاسه انه مش مبين كويس.
اهو يا حبايبي انا كده هفضيه اهو. بصوا تقله عامل ازاي، انا عايزه اوريكي برده تقله عامل ازاي. بصوا انا حاسه ان الطبق ده كده مش مبين كويس في الكاميرا، فحبيت احطه في طبق يعني ايه يكون مش عالي زي ده. شوفوا تقله روعه بجد. اهو يا حبايبي بقى بعد ما نقلته، المكونات بتاعتنا سهله جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه، عملناها بكل سهوله. انا هحط في الخطوه دي، انا هحط آه اي شويه شاور. تمام. الخطوه دي يعني مش لازم تحطيها، مش عايزه تحطي شاور، مفيش اي يعني، عادي خالص. اهو انا حطاه بقى عشان دي ريحه بجد، ريحته تحفه، ريحه الشاور ده حلوه قوي. طبعا مش عايزه تحطي شاور مفيش اي مشكله، عادي خالص، تحطي كده حوالي ربع كوبايه، تحفه بجد. عايزه تكتفي بالمقادير كده مفيش اي مشكله. ممكن تحطي لو عندك دوني حطي كده برضو شويه صغيرين، ربع كوبايه كده. هقلب كويس. يبقى لو مش عايزه تحطي شاور حطي شويه دوني، مش عايزه تحطي خالص مفيش اي مشكله خالص، هو ريحته اصلا كويسه. ممكن تحطي برضو شويه مسحوق وانتي بتدوبي تحطي معلقتين 3 كده وانتي بتدوبي الصابونه. شوفوا تقولوا اصلا انا مش هزوده، طبعا انت عايزه حابه تزوديه مفيش اي مشكله، انا هحط له اللون لان الوصفه بتاعتنا كده خلصت. ده اللون يا حبايبي، دي بتبقى بودره كده وانا بحطها في شويه ميه وادوبها، عشان لو حطيتها ما تكلكعش معاكي، لان انت لو حطيتيها كده هتكلكع معاكي. دوبيها الاول في شويه ميه زي كده وبعدين حطيها. هتجيبيها من عند بتاع المنظفات. تمام. طبعا مش عايزه برضو تحطي لون مفيش اي مشكله خالص، انا بعمل عشان الوصفه. تمام. اهو يا حبايبي بصوا لونه بقى حلو قوي، وتقولوا كمان تقيل جدا. بصوا بس انا ايه كده مش هخففه، طبعا انت عايزه تخففيه تتقليه براحتك خالص مفيش اي مشكله. بص عامل ازاي روعه بجد، هيخلي لك الهدوم بتاعتك بجد زي الفل، روعه يا جماله بقى. لو عندك كمان كوريكس الوان ممكن تحطي له كده نص كوبايه، بس انا ما كانش عندي فما حطيتش. تمام. انا ممكن ازود له يعني بكره لما اشتري هحط له نص كوبايه. اهو هوريك التقل بتاعه. هنشوف مع بعض التقل يا حبايبي. بصوا يا جماله بقى، يا حركاته يا تكاته، تحفه بجد. شوفوا تقولوا عامل ازاي روعه، ومش حاطين صودا ولا اي حاجه، من صابونه بلدي احنا عاملينها مع بعض. الصابونه دي عملت لنا احلى برسيل جل. شوفوا عامل ازاي روعه، يعني بقى خام، مش هنشتري كده من بره، بجد تحفه. هتيجي كده تغسلي، هتحطي كوبايه صغيره مع المسحوق بتاعك، تحفه. طبعا انا عامله الوصفه دي للغسالات الفوق اوتوماتيك، اللي هي الباب بتاعها من فوق، الغسالات العاديه. اما الغسالات الاوتوماتيك انت تشيلي خالص السكر ما تحطوش، وحطي ملح ليمون عشان الرغوه. بصوا عامل ازاي تحفه يا جماله بقى. استاهل بقى اللايك ولا لا؟ يا ريت يا حبايبي لو بيعجبكم وصفاتي تكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لي في التعليقات. ويا ريت ما تنسونيش باللايكات، ويا ريت تعملوا الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.